هنعملها شقه فتحه سقف. اسمعوا كده. اللي بيحصل في بيتي ده عرفي. انا هقول لحضرتك، احنا كنا بنعمل الشقه، قلنا نعمل فكره جديده يعني، فقلت له ايه رايك يا اسطى سعيد نعملها شقه فتحه سقف. فبس هي مش جايبه، مش جايبه خلاص. موت الفكره دي يا عم سعيد. عربي الناس دي تطلع بره بيتي حالا، وانت تعالى لي على تحت. حساب الشغل يا دكتور. شغل ايه اللي انت عايز حسابه؟ الابواب اللي قبلكاش ولا السقف اللي وقع علينا؟ هي الفكره في الفيديو ده ان دايما بشوف ان الافكار مهمه جدا، وانك تفكر خارج الصندوق دي حاجه مهمه قوي. طبعا مالناش دعوه بشقه فتحه سقف، يعني هم يطلعوا يقعدوا بقى مع الناس اللي فوقهم هم حرين، لكن بتكلم عن الافكار عموما. فكره ان انت تعمل افكار جديده مش مجرد ان انت تتفرج على صور وبنترست وتعملها وخلاص. افكار تخدمك، افكار تريحك، افكار تخليك مبسوط في بيتك او في المكان بتاعك وتخدم المكان بتاعك. فدي حاجه مهمه جدا. مش اي حد بيديك افكار، ومش معنى ان حد بيقول لك فكره ان هي صح. سمعت ناس كتير بتتكلم وتقول لك اعمل الفكره دي حلوه جدا، او اعمل الفكره دي، ويوروا صور ويقولوا طب ما تعمل كذا، طب ما تعمل كذا. وكتير من الصناعيه بالذات بيحاولوا ان هم بيجوا يعملوا كده معانا احنا كمان على فكره. منهم بيجوا يقولوا لي انا شخصيا مش مهندسه، ايه رايك تعملي كذا؟ دايما بقول له انا ديمقراطيه وديكتاتوريه في نفس الوقت. ديمقراطيه لان انا بحب اسمعهم جدا، ديكتاتوريه لان بعمل في دماغي في الاخر. فاللي صالح الشغل مش صالح حاجه تانية. فمهم جدا ان احنا ناخد الافكار من الاماكن الصح اللي تخدمنا، مش مجرد صور، مش مجرد افكار وخلاص، مش مجرد حد بيقول لك نعمل الفكره دي فهي تكون مناسبه لبيتك، مناسبه لمساحه بيتك. ابسطها حائط هتعمل فيه بانوهات، ممكن تشوف شكل بانوهات حلوه قوي في حائط لما تيجي تحطه. ده يا راجل لو جت حد عمل لك تصميم والتصميم عجبك وشكله عجبك وانت خلاص متوقع ان هو هيتحط على الحيطه عندك هيبقى بالشكل ده، وعامل ستريتش او السكيل بتاع الصوره مش مظبوط ومخلي لك الشكل الحيطه مبهر، وتيجي بعد كده تلاقي الحيطه بتاعتك صغيره قد كده، البانوهات صغننه قد كده، وتيجي تبص للصوره تلاقيها مش هي اللي على الحيطه، وتبقى مش تبقى حاسس ان في حاجه غلط، فانت بتتصدم في الواقع. دي حاجه تانية بقى، دي حلقه تانية هعملها لكم بعدين عن موضوع الناس اللي بتعمل بتوسع السكيل بتاعت الصوره بحيث ان هي تحسس العميل ان صوره مبهره ويجي يشوف الحقيقه يتصدم فيها. فمهم جدا ان احنا نعمل تصميمات فيها افكار، لكن الاهم ان هي تكون مناسبه لمساحه البيت، لينا احنا شخصيا، لاحتياجاتنا و لاسرتنا.